بتشكيلة تعرف عودة الغاني أبوكو وخليفة وخليل وغياب بالعيد للعقوبة، يدخل الافريقي لقاء ضد ترجي رزيز اللي يغيب عليه أسامة البجاوي وبأسبقية معنوية بما أنه في 4 لقاءات كمضيف ما خسرش ضد الافريقي. ثلاثي قدم الإضافة من الافريقي في لقاء نهار الخميس، الخفيفي يحيى الضوادي تريو كان ساهم في ربح الافريقي بعد هدف واسيست لكل واحد منهم. توا كما قلت لك قاعد نتحسن بشويه بشويه، مانيش في التوب فيزيكمون، لكن بالموالين اللي موجودين قاعد نخدم وقاعد نعاود في صحابي. ويحيى سجل في شباك جرزيس بعد 10 سنين، اخر بونتو يرجع للقاء البطوله في 2008. فرص بالجمله امام الفورمه الكبيره لثلاثي الهجوم خفيف خليفه وضوادي مع بدايه المباراه واللي ترجمت بعديد الفرص، لكن دفاع جرزيس كان صمت لحدود 29 دقيقة لعب، 9 لمسات، كرة تبدأ من الدفاع توصل للعقربي على اليمين يوزع في القائمة الثاني، الضوادي مهد ويحيى ينهي العملية في شباك أهله. الهدف الثاني في 2 جولات متتالية للجولدن بوي والثالث لي في البطولة. سيطرة الافريقي تتواصل والبونتو الثاني يضيع بعد تألق حارس جرزيس هلال اللي رجع الكرة على 3 مرات، لكن ما لقاه حتى فرصة 4 دقائق قبل نهاية الشوط. وبنفس الطريقة عملية تبدأ من تماس، العقربي خرج الخفيفي من اليمين، تمهيد ممتاز للضوادي، طليق من اليسار، إغارة تهلل وزهير يضيف ثاني أهدافه في الموسم، ونهاية الشوط بتقدم 2-0 مع تغيير اضطراري بدخول أغوسي مكان صبر خليفة. 45 دقيقة الثانية كانت مشابهة للشوط الأول، والهدف الثالث ما تأخرش، درجين لعب يحيى في انطلاق العملية يخرج الخفيفي وبتصويبة ممتازة يمضي على الهدف الثالث والثالث ليه في البطولة. سيطرة كلية وتعدد الفرص، والحصيلة كانت ترتفع في أكثر من مرة أمام الضغط اللي فرضوه أبناء مارشون. والهدف الرابع المنتظر جاء عن طريق ياسين الشماخي معوض الخفيفي مع الوقت البديل، وأولى أهداف الشماخي وانتصار مستحق للإفريق. ضغطنا على منافسنا في الشطر الميدان نتاعو وسجلنا 2 أهداف الأولى اللي سهلت لنا فوز يعود فيه الفضل أساسا للاعبين. Mais c'est d'abord la victoire des joueurs qui ont été énormes aujourd'hui. ترجي رزيز في لقاء نهار الخميس كان بعيد على مستواه رغم اعتماده على الهجومات المعاكسة، لكن دون تعويل على مهاجم صريح واقحام عليه عباس كراس حربة في الشوط الأول، رغم تحركات وحاجب وجبالي لأنه الخطورة غابت وحتى الكرات الثابتة ما جابتش نتيجة. ومخلق الفرص كان في الشوط الثاني مع دخول المهاجم أموتو، لكنه فشل في تذليل الفارق قدام تألق تخيلي وحضور دفاع الإفريقي، ويكتفي ب6 أهداف في 20 لقاء كأضعف خط هجوم في البطولة. توجه كان حول كتلة دفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة والسريعة. الإشكال وين هو في التمرير كان غلط، يعني التمرير تاعنا كانت خاطئة، وخاصة ما تعملناش فنيا مع الريكونفيرسيون اوفونسيف كما يجب، ثم أخطاء دفاعية زوز كلفتنا ب2 أهداف أثرت نوعا ما على التركيز الذهني للاعبين. لو روندون اللي تي با ان شاء الله ماتش ننسوه ونخدموا على الماتشات الجايين ان شاء الله 6 ماتشات، مازال عندنا امل ان شاء الله ربي يوفقنا. والنقطة المضيئة الوحيدة في ترجي جرزيس الحارس خبيب هلال، واللي رغم قبوله 4 أهداف اللي ما يتحملش فيهم مسؤولية، فانه الحصيلة كانت تكون أكثر لولا تصدياته الممتازة والحاسمة. ماتش صعيب برشا، خاطر تحب تكرم معناها الكلوب افريقيا، معناها جمعية كبيرة وجمعية بالحق ما بقيت ما نقول اليوم. زيد نحن ونبيع ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله في الماتشات الجايين، معناها نصلحوا وكا وان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب. السيا تحقق انتصار جديد في رصيدها تحافظ به على المرتبة الثانية وتدخل بهم بمعنويات مرتفعة لقاء كأس الكاف في المغرب الأسبوع القادم ضد نهضة بركان.